ايه يا هديه؟ ايه يا ابراهيم؟ ما شفتش امي؟ لا ما شفتهاش، هي طلعت بره مش لا، عارفه. راحت فين بس؟ انت بتعملي ايه كده؟ بقلب بطاطس عشان اخوك جعان. طب استاذنت امي انك هتقفي على البوتاجاز؟ لا ما استأذنتهاش. ده اللي هو ازاي ما استاذنتهاش يعني؟ ما استأذنتهاش، يا اخوك جعان قلت اسخله المكرونه انا البانيه. مالي ومال اخويا، بس ست البيت مش موجوده. يبقى تعملي اكل ليه؟ اقفلي على المكرونه دي كمان اللي انت بتعمليها دي. ما تعمليش اكل طالما ست البيت مش موجوده. طب ما اخوك هو اللي قايل لي اخوك جعان. انا مالي ومال اخويا؟ ما مرزوق بره، انا اعمل له انا ايه؟ طب يعني هو، يعني لو حد جعان في البيت ما ينفعش ان ياكل لما مامك تكون ماليش موجوده؟ دعوه، هاني ست البيت مش موجوده ما تعمليش. انت يا عم النجم، بعد اذنك امك مش موجوده ما تعملوش اكل في البيت ده. هو ايه يا عم العيشه اللي تقرف دي؟ يعني هو انت مش سامع اخوك وهو بيزعق لي؟ هتفضل لحد امتى ما تردش على اهلك؟ ما تعدي الدنيا يا هدير، انت عايز تعمل مشكله وخلاص. انا عايزه اعمل مشكله؟ اه، انت اللي بتكبري الموضوع اهو. كل مره تقولي بتكبري الموضوع. ايوه. ايوه، طب مش انت اللي قايل لي خش المطبخ اعملي اكل؟ ما تفكك بقى يا هدير وما تشغليش بالي. طب حتى على الاقل كنت رديت عليه، بدل ما يزعق لي كده قدامك وانت قاعد وسامع وما بتتكلمش. كنت رديت عليه. هرد عليه. هدير، فكك بقى من الموضوع ده. خش، مش انت عملت الاكل؟ هزعق لك جوه عشان الاكل. وامك ان شاء الله لما تيجي هبهدلني يا رخرة، وانت نفس مره كل مره ما تعمل مش هترد ومش هتتكلم وعادي. عادي. هرد على امي يعني؟ ما انت عارفه ان امي هي كلمتها هي هنا اللي ماشيه، كلمتها سيف على الكل. طب ماشي، امك كلمتها سيف ما قلتش حاجه، بس هو يعني ايه وصلت للدرجه دي؟ الواحد حتى لما يكون جعان ما يعرفش يخش المطبخ ياكل حته جبنه حتى ولا سندوتش صغير؟ مش للدرجه دي. انا مش قاعده في زنزانه، انا هنا. مش قاعده في زنزانه؟ وانت المفروض تحميني هنا في البيت من اي حد يزعلني او من اي حد يقول لي كلمه تزعلني. هي كلمه امي اللي ماشيه هنا، ماشيه عليكي وعليا. تمام. طب واخوك له الحق ان يزعق لي؟ وانت اللي قايل لي خش اعمل الاكل، الا حتى ما رديت عليه ولا حتى قلت له ان انا اللي قايلها تعمل الاكل في المطبخ. ما تكبريش بقى الموضوع يا هدير، فكك. انا برضو اللي بكبر المواضيع زي فكك. كل مره. زي كل مره. انا اللي بكبر المواضيع، انا اللي بعمل مشاكل. ما هو انت اللي جاي تشتكي اهو، خلاص ما تشتكيش يا هدير. طب ما انا اشتكيت عشان انت عادي قاطش ودانك ولا مركز ولا عايز تركز اصلا في اي حاجه، وطالع بيزعق لي وانت سامعه وسامعه وهو في المطبخ بيزعق لي، وبرضه عادي. عادي، ولا ترد عليه ولا حتى تقول له انا اللي قايلها تخش تعمل اكل. حتى على الاقل امك مش هتزعلك اكتر مما هتزعق لي. طب ماشي، امي لما تيجي هتتكلم معايا انا اللي قلت لك خشي اعملي الاكل. بس اللي زعلني ان اخوك زعق لي وانت قاعد وسامعه والا حتى ترد ولا تتكلم، وعادي سكت وعامل من بينها ومش عايز ترد. خشي يا هدير، الرياضه جايز الاكل، يلا يا هدير. وما تكبرش الدنيا. ماشي دنيتك يا هدير في البيت معانا. هروح امسك في خناقه يعني.